السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي المتابعين في كل مكان، معاكم الشاعر الرياضي أحمد صلاح، والنهاردة هقدم لكم تحليلي المبسط لمباراة القرن بين مالونج ولينش دونج في بطولة تشاينا سماش، من أقوى البطولات يا جماعة على مستوى العالم في تنس الطاولة، تيبل تنس. ما شاء الله مالونج رغم كبر سنه إلا إن هو بيثبت لنا يوم بعد يوم إن العمر مجرد رقم. الراجل النهارده بيوصل للنهائي وسط شباب جامد طالع، لينش دونج وانج تشويشن وفينسنت دونج مش عارف مريح ليه، واخد اجازه باين بيتفسح ولا مش عارف بيعمل ايه. المهم خلونا في موضوعنا. مالونج النهارده يا جماعه عمل حاجه جديده. يعني ايه؟ هو كل بطوله كده اما بيوصل للنهائيات ولا بيقرب انه ياخد بطوله تلاقيه في تريكايه محدش ياخد باله منها. خبره يا جماعه، الراجل ده اسطوره فعلا. جه هو النهارده، انا مجمع لكم بعض النقط الفنيه جوه المباراه. هو بيهدي رتم المباراه كده في بعض النقاط ويسرعها في بعض النقاط ومره واحده يلعب ارسال فاضي كده ورا الشبكه خفيف. طبعا لينش دونج يعني غني عن التعريف، وطبعا بطل عالمي يعني بكل المقاييس وبكل ما تعرفه الكلمه يعني. بس احنا بنقوله مالونج راجل خبره وراجل يعني ذو باع طويل في المباريات والتصنيف والبطولات الجامده الكبرى يعني. النهارده مالونج بيقلل رتم الماتش زي ما هو عايز ويسرعه زي ما هو عايز، ولينش دونج بقى مش واخد على كده. هو عايز تك كور سريعه يخلص، يضرب ضربات قويه في زوايا مختلفه. يجي مالونج انه جاي عامل بلوك خفيف ورا الشبكه، بلوك هادي شويه، مش كره سريعه، مش ضربه بضربه اللي هو ايه. وانا هنا مجمع لكم بعض نقاط الايه اللي انا شايف فيها الموضوع ده. هو دلوقتي مالونج هنا 2-1 يعني طبعا الكلام سرقني، ما لحقتش اتكلم على النقط اللي فاتت، بس احنا نبص كده معانا النقطه اللي جايه. شايفين الجمهور يا جماعه بيشجع جامد جدا. انا بدات احلل وهم خلصوا الجيم ده 3-1 لمالونج، ولينش دونج شوف بيكلم نفسه اهوت وشه احمر. هيبتدوا بقى الشوط الرابع. 3-1 لمالونج يا جماعه، وبدانا الشوط الرابع و2-0 لينش دونج اهو. شوف بيهدي بس من اول هنا بقى، ونقطه من اول السطر هنا. لينش دونج في الاستراحه بين الشوطين خد باله من حته تهدئه الريتم دي وبقاش يرجع ورا بسرعه. او شايفين هنا، شايفين شوفوا البونت ده، البونت اللي عدى ده واحده بالراحه طلعه بره. هنا شوف سبين، هنا بقى بدا اهو لينش دونج بدا يهدى، بدا يرسى اهو. مالونج بدا عايز يهدي اهو. بدا لينش دونج يمشي الماتش زي ما هو عايز. مالونج بدا عايز يقلل الريتم تاني، بس اهو لينش دونج بقاش يخرج. دي حلوه قوي، كرة جميلة قوي، كانت فظيعة من مالونج. دلوقتي ارسال سبين في سبين، حاجة رهيبة جدا يا جماعة ما شاء الله. كده 3-2 لينش دونج بدأ يرجع في المباراة اهو. بقى واخد باله من حركة مالونج، امتى هيضرب جامد وامتى هيضرب بالراحة. وفي نفس الوقت يعني برضو الاثنين ابطال عالميين، يعني برضو اكيد هيبقى في كور سبين بسبين زي الكرة دي كده، وضربات سريعة اكيد هتحصل، واكيد احد البطلين هيفوز بالبونت. بس احنا بنتكلم على اللي حصل خلال المباراة، ان مالونج كان بيهدي في بعض النقاط الريتم وبيسرعوا في بعض النقاط لحد يعني اربك الكمبيوتر في دماغ لينش دونج اهو. دلوقتي اهو قطعات داخليه. شوف شايفين يا جماعه، يعني اول مره اشوف 2 صينيين يعملوا 4 زقه كده، يعني ويفتحوا فين وفين، يعني اللي هو بيهدوا ده مستني ده يضرب وده بيرجع عشان يضرب ضربه بضربه. اللي هو لينش دونج بدا ياخد باله. وكان الجيم ده لو كان 7-4 المالونج، يعني كان ممكن مالونج يخلص، كان ممكن يخلص 4-2 في النهايه. بس لينش دونج قاعد بقى ما يرجعش ورا ومستني يدور من جوه الطاوله. وبرده مالونج برده بقى عايز يديله سريع، يعني برده راجع اما لقاه كده عايز يديله سريع، فبقى برده التاني واخد باله من النقطه دي. فهي بتبقى يا جماعه يعني سبحان الله توفيق وعدم توفيق من عند ربنا الكلام ده كله. ومالونج قدم مباراه رائعه، وهيفضل اسطورتنا والمتعه في تنس الطاوله هترجع تاني من جديد اهو. ده البونت النهائي يا جماعه. هنا لينش دونج فاز يا جماعه، وهارد لك مالونج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم الشاعر الرياضي احمد صلاح.